فيلمنا بيبدأ في مدينة في البرازيل مع عيلة ترانكوزو، وهي أكبر عيلة مالكة لمزارع الطماطم في البرازيل. وبيكون تايتو ابن مالك مزارع الطماطم شاب مستهتر، كل يوم بيكون مع بنت مختلفة، وبيستخدم إيجو ابن المربية بتاعته وصديقه من الطفولة عشان يتخلص من كل بنت بتبات في أوضته، وبكده ما بيدخلش في علاقة جد أبدا. وأمنية والده إن ابنه يشاركوا شغله. وبعدها بنروح لبولا دكتورة تحت التمرين، هي وصاحبتها ريسا وكاتيا، وبيكونوا مسافرين عشان يحضروا حفلة توديع العزوبية بتاعت كاتيا. وأثناء ما هم في الباص بتعدي من جنبهم عربية تايتو اللي بيجربها عشان والده يشتريها بمناسبة عيد ميلاده، وبتوقفوا عربية شرطة بسبب سرعته، لكن لأنه ابن أغنى رجال الأعمال في المدينة بيكون مشهور ومعروف عند كل الناس حتى الشرطة. وبيكملوا طريقهم لحد شركة ترانكوزو للطماطم، وبيلاقوا والده مستنيه وبيقولوا إن هديته هتبقى وظيفة في الشركة ومن مرتبه يشتري العربية اللي هو عايزها. وبينادي والده المساعدة بتاعته مونيكا عشان تفرج تايتو على المصنع والشركة وتعرفوا ازاي بيمشي خط الإنتاج. وهو لكنه بيزهق بسرعة وبيعرض على مونيكا إنها تبقى تيجي حفلة عيد ميلاده اللي عاملها في مهرجان رمي الطماطم، وساعتها تتعلم ازاي تبقى فكاهية مش جد دايما. وبيسيبها وبيبدأ المهرجان والاحتفالات، وبيكون إيجو صديق تايتو معجب ببنت، فبيعزمها تايتو على حفلة عيد ميلاده عشان يخلي إيجو يعترف لها بحبه، ولكنها بتفهم غلط وبتفتكر إن تايتو هو اللي معجب بيها وبتحاول تتقرب منه. وده بيضايق إيجو وبيسيبهم وبيمشي، فبيحاول تايتو يصالحه إن مش ذنبه اللي حصل. فإيجو بيقول إن كل اللي حواليه بيحبوه بسبب مركزه وفلوسه، وإنه مش هيقدر يفرق المنافقين بين اللي بيحبوه حقيقي، وإنه محتاج إنه يتعامل مع ناس ما يعرفوش إنه غني عشان يتأكد من حبهم إن كان حقيقي ولا نفاق. فبيقرر تايتو إنه يرمي البطاقة اللي مكتوب عليها اسمه ويتمشى في الحفلة عشان يفكر في كلام إيجو. وبيبدأ مهرجان رمي الطماطم اللي كله فيه بيرمي طماطم على التاني، وبتكون باولا واصحابها في المهرجان، وبيرمي تايتو طماطم عليها بالغلط، فبتروح تتخانق معاه لأنه بوظ هدومها. وبتبص على أصحابها بتلاقي إن في شباب بيحاولوا يتحرشوا بيهم، فبتحاول تدافع عنهم، وبتلاقي نفسها كمان حد بيحاول يتحرش بيها، فبيروح تايتو عشان يدافع عنها هي واصحابها، لكنه بيتضرب وبيصعب على باولا، فبتاخده عشان تتأكد إن مناخيره ما اتكسرتش، وبتقول إنها تتخرج من كلية الطب وقادرة تعالجه، وبتعدله مناخيره اللي اتعوجت بسبب الضربة، وبيسألها عن سبب زيارتها في المدينة. فبتجاوب كاتيا إن فرحها هيتعمل في قاعة البلدية في ريو، وكانوا باين المهرجان يحتفلوا. وبيجي له فكرة إنه عرف نفسه البولة على إنه ابن حارس المزرعة، وإنه عايش في المزرعة مع والده، وبيعرض عليها إنها تفضل معاه شوية، وبيحاول إنه يتقرب منها، لكنها بتقول إنها مشغولة بسبب تحضيرات فرح صاحبتها، لكنها سعيدة في تعرفها عليه. وبيرجع بيته وبيجي تاني يوم وبيلاقي إن والده جايب له العربية اللي نفسه فيها دي عيد ميلاده، وبيقول له تايتو إنه موافق يشتغل في الشركة وعايز يتدرب كويس للوظيفة. وبعدها بيروح تايتو لإيجو وبيقول له إنه عايز يجي معاه ريو عشان يقابل بنت معجب بيها ولازم يوصل لها، وإنه سجل في برنامج تدريب ترانكوزو اللي في ريو، لكن لو دخل باسمه يبقى أكيد هيكسب. والتحدي اللي هو عايز إنه يبدل اسمه مع إيجو عشان يكسب الوظيفة بتاعه مش باسم والده. وبيجري إيجو إنه لو هو كسب هيديله العربية بتاعته هدية، وبيتحركوا سوا على ريو. وبيروح تايتو مبنى البلدية اللي فيه فرح صاحبة باولا، وبيبدل هدومه ومعامل نظافة عشان يبان إنه شخص بسيط. وبيروح فرح كاتيا، لكنه بيلاقي أنا قدامه وهي بنت من البنات اللي كان على علاقة بيهم، وبتستغرب من شكله، وبيقول لها إنه بيشتغل عشان يعرف قيمة الفلوس والشغل، وبيتهرب منها بسرعة. وبيروح ناحية باولا عشان تاخد بالها منه، وبتتفاجئ إنه شغال في نفس المبنى اللي هي فيه، وبيفضلوا يتكلموا لحد ما بتلاقي دكتور فيكتور اللي بتتدرب تحت ايده وما بتقوش جاي عشان يتكلم معاه لأنه معجب بيها، فبتقوله إنها بتتكلم مع تايتو، وبيخرجوا بره المبنى على البحر. وبيبدأ تايتو يتكلم عن حياته إنه والده شخص بسيط وابنه بيساعده من صغره، وعشان يقف جنبه قدم في تدريب شركة ترانكوزو عشان يشتغل في شركة الطماطم، وإن في وظيفة واحدة بس متاحة وهو مصر ياخدها. وبيحاول إنه يتقرب لها تاني لكنها بتتجنبه برضه، وبتقوله إنها لازم تمشي لأن عندها تدريب في المستشفى ولازم تبقى مركزة فيه. وبيجي تاني يوم وبيروح إيجو وتايتو مقر الشركة اللي أول مرة تايتو يروحوا، وبيكونوا مبدلين أسمائهم، وبتبقى مسؤول عنهم ألانا مستشار التطوير المواهب والمسؤول عن برنامج المتدربين. وبيحاول تايتو بعد ما خلى اسمه إيجو إنه يبين نفسه فاهم، وبيقول إن الطماطم هي أكتر خضار يعرف عنه معلومات، ولكن ألانا بتقول إن الطماطم فاكهة أصلا مش خضار، وبتطلب منه يروح يعمل قهوة ليها في مكنة القهوة اللي عمره ما اتعامل معاها قبل كده، وبيعمل أسوأ قهوة ممكن ألانا تشربها في حياتها، وبيكتشف إنه فاشل في حاجات كتير، فبيستعين بمونيك بعد ما بيعرف إنها اترفدت من شغلها بدون سبب، وبيطلب مساعدتها وبتديله عنوان بيتها. وبيروح لها وبيلاقيها عايشة مع أختها المريضة وابنها الرضيع وبتخدمهم، وبتسأله مونيك على اللي عايزه منها، وبيقول لها إنه عايز حد يعلمه الشغل لكن ما عندوش فلوس يدفعها لأن والده منع عنه المصروف لحد ما يتعين في الشركة.
الشركة، فبترفض مونيك إنها تساعده لأنها محتاجة فلوس للبيت والطفل ودكتور لأختها. فبيقول لها تايتو إنه عارف مكان دكتورة كويسة، وبيروح تايتو للمستشفى اللي باولا شغالة فيها وبيطلب مساعدتها، وبيجيبها معاه البيت مونيك عشان تكشف على أختها، وبتقول لهم إنها لازم تعمل فحوصات ضرورية في المستشفى وإنها تحجز ميعاد قريب ليها ومش هتقدر تكتب لها أدوية لأنها لسه متدربة. فبتتضايق مونيك إن تايتو جايب متدربة تكشف على أختها، فبيقول لها إنها شاطرة جدا وهتساعدها في المستشفى، وبيتفق معاها لو اتعين في الشركة هيديها عربيته، إنما لو فشل عربيته هتبقى من نصيب إيجو حسب الاتفاق. وبتتفق مونيك معاه على كده، وبتجيلهم باولا تقول لهم إنها عملت اتصالاتها بالمستشفى وحجزت كل الإشاعات والتحاليل اللازمة لأخت مونيك، وبعدها بيسيبوا بيت مونيك وبيحاول تايتو إنه يتفق على ميعاد خروج مع باولا، وبتوافق على الخروج مع يوم أجازتها. وبيجي تاني يوم وبيلاقي تايتو إن مونيك بتصحيه من النوم عشان يبدأ شغله بدري قبل كل المتدربين، وإنه لازم يدور على حلول للمشاكل قبل ما تحصل حتى. وبيروح الشركة وبيتعلم إزاي يصور ورق على مكنة الطباعة، لكن ألانا بتقوله إنها ما طلبتش إنه يصور حاجة وبتخليه يقطع كل الورق اللي صوره، وبيروح عليه محاضرة مهمة. وبتكلف ألانا كل المتدربين إنهم يفكروا في حملة دعائية جديدة لعصير الطماطم الجديد، فبيحاول يفكر في فكرة جديدة. لكن بعد ما يخرج باولا في يوم أجازتها الوحيد وبيسأل مونيك عن أماكن خروج رخيصة، لأنه قايل لباولا إنه فقير، فبتعلمه إنه لو هيركب باص لازم يبقى قريب من باب النزول أما يطلب من السواق يقف، وإلا السواق هيكمل مشي وينزله بعيد عن محطته. وده نفس اللي بيحصل مع تايتو وهو راح يقابل باولا، وبيقضي السهرة سوا، وبتوافق باولا إنها تروح البيت معاه، ولكنه بينسى إنه ما ينفعش ياخدها لشقته وإلا هتعرف إنه غني، فبيطلب مساعدة من إيجو صاحبه، فبيتصرف وبينزل رجل الأمن وبيقول له على اللي هيحصل. وبيجي تايتو عشان ياخد مفتاح أوضة رجل الأمن على إنها شقته اللي هو عايش فيها، وإن رجل الأمن هو عمه، وبيخلي الأمن يبات في جناح تايتو. وبيقضي تايتو وباولا ليلتهم في شقة الأمن، وبتتعلق بيه باولا لأنه شخص مكافح. وبيجي تاني يوم وبيروح تايتو الشركة ومعاه فكرة جديدة للترويج عن عصير الطماطم، وهي نافورة طماطم تتحط في كل منفذ سباق كبير تشجع المشتري على تجربة العصير قبل ما يشتريه. وبتكون فكرة إيجو إنهم يستخدموا تمثال الطماطم للإعلانات الخاصة بالعصير، وبتعجب الفكرتين ألانا، وبتقول لهم إنهم يكملوا شغل عليهم ويشوفوا في الآخر مين الأفضل. وفي نهاية اليوم بتيجي باولا شركة ترانكوزو عشان تقابل تايتو، وبتلاقي ألانا قدامها وبتقول لها إنها أكيد واحدة من صاحبات تايتو الكتير واللي بيرويهم وبعدها بيهجرهم. وفي آخر الكلام بتقول لها إنها كانت بتهزر، لكن باولا بتاخد الموضوع بجد. وأول ما إيجو وتايتو بيشوفوا باولا قدامهم بيستخبوا هما الاتنين، وبيقدر إيجو إنه ياخد ألانا ويخرج من الشركة. وبيروح تايتو لباولا وبيلاقيها متضايقة بسبب إنها صدقت كلام ألانا، وبيقول لها إن ألانا قصدها تضايقه عشان تخلي ابن رئيس الشركة يكسب على حسابه، وإنه بيحبها هي ولازم تثق فيه. وبيكون إيجو واخد ألانا على شقته عشان يتغدوا سوا ويشكرها على مساعدته ليه، وبتتعلق بيه ألانا. وبيكون تايتو وباولا راحوا شقة عمه اللي هو رجل الأمن، لكن بيجيله رسالة على موبايله إن أخت مونيك تعبانة جدا، وبيتحركوا على هناك وبتقدر باولا إنها تديها حقنة مهدئة وبتعالجها. وبيرجع تايتو تعبان من الليلة اللي قضاها، فبيروح ينام في الجناح بتاعه، لكنه بيلاقي إن ألانا نايمة جنبه، وبيعرف إنها كانت جايه مع إيجو، فبيستخبى تحت السرير لحد ما إيجو يمشي ألانا من البيت، لكن بيروح عليه نومة وبيتأخر على ميعاد التدريب. وبيروح بيلاقي إن ألانا ادت تصميم النافورة لإيجو ينفذه لأن تايتو اتأخر عن ميعاده، وبتخليه يشارك في تصميم فكرته. لكن في يوم بيلاقي تايتو إن والده قدامه وبيطلب منه إنه يحضر اجتماع مستثمرين مهم جدا في نفس ليلة حفل تخرج باولا من كلية الطب. والموضوع بيوصل لألانا وبتصمم إنها تروح مع إيجو الاجتماع على أساس إنه تايتو، فبيتقابل تايتو وإيجو عشان يحلوا المشكلة دي. فبيقرر تايتو إنه يختار مكان الاجتماع جنب حفلة باولا عشان يروح الحفلة خلال الاجتماع، وبيخلي إيجو يتفق مع رجل الأمن على أساس يمثل إنه السيد ترانكوزو قدام ألانا، وبيجيب ممثلين معاه كأنهم مستثمرين، وبكده المشكلة تتحل. وبيبدأ تايتو يحاول إنه يوفق ما بين إنه يبقى في الاجتماع وما بين حفلة باولا، وبتكون باولا بتدور عليه في الحفلة لحد ما بتلاقي فيكتور جاي عشان يضايقها تاني، فبتحاول ريسا صاحبتها انها تساعدها وبتحط الفيكتور المنوم في المشروب بتاعه. لكن تايتو هو رايح حفلة باولا بتخبطه عجلة، فبتطلع باولا من شنطتها مسكن وبتدي تايتو المشروب بتاع فيكتور. وبعد ما بيقعد معاه شويه بيرجع تاني لوالده، وبيعرف منه ان هو اللي طرد مونيك من شغلها عشان يعينه هو بدالها. وبيتضايق تايتو وبيحس بدوخه بسبب المشروب اللي خده من باولا، وبيفضل يتعامل بطريقه غريبه لحد ما بيرجع تاني لباولا وبيغني لها شويه، وبتحس انه سكران لدرجه ان رجله بتتحرق، فبينزل البحر عشان يطفي الحريقه. وبيقول لها ان نسي المحفظه بتاعته في الحمام ولازم ياخدها. وبيقابل انا في طريقه وهي جايه حفله التخرج، وبيروح ينادي ايجو عشان يبدل معاه بدلته بسرعه في الحمام، لكن والد تايتو بيدخل عليهم في الحمام وبيشك فيهم واليوم كله بيبوظ.
وبيخرج تايتو من الفندق بيلاقي إن أنا حكت كل حاجة لباولا، وعرفت إنه كذاب وبيمثل عليها، وقررت إنها تنفصل عنه هو كمان. وبيغمى عليه في الشارع وبتساعده أنا إنه يروح شقته، وبيصحى يلاقي أبوه في وشه وبيقول إنه كان فاكر إنه ممكن يعتمد عليه وإنه نضج وبقى قد المسؤولية، ولكنه كان غلطان. وساعتها بيقرر تايتو إنه يسيب البيت ويروح يقعد عند مونيك، وبيحاول إنه يكلم باولا بأي شكل لكنها بترفض تسمعه، وبتقول إنها قدمت على تدريب في الأمازون وإنها تسافر فترة، وبيكون دي وقت اختيار الفائز من المتدربين في شركة ترانكوزو، وبيكون والد تايتو موجود من ضمن اللجنة. وبتروح ألانا لترانكوزو وبتطلب منه إنه يقوم من على الكرسي اللي قاعد عليه لأنه كرسي رئيس الشركة. فبيجي السيد بلوتو رئيس ألانا وبيعرفها على رئيس الشركة نفسها أستاذ ترانكوزو، فبتتصدم وما بتفهمش مين اللي قدامها لأن اللي في دماغها هو رجل الأمن. وبيطلع السيد بلوتو عشان يعلن إن الفايز بالوظيفة هو السيد تايتو، فبيطلع ايجو لأن هو اللي واخد اسم تايتو، والكل بيتلخبط لحد ما بيطلع تايتو الحقيقي وبيقول إن المفروض محدش ياخد الوظيفة دي لأنها اتاخدت من أكتر حد ناجح فيها وهي مونيك، وإنه كان غلطان لما قدم فيها. وبيخرج تايتو وإيجو من القاعة وبيروح وراهم ألانا ومونيك، وبتقول ألانا لإيجو إنها حبته لشخصيته وطيبته مش عشان فلوسه، وإنه لو مش تايتو هتفضل تحبه برضه. وبتكون مونيك متضايقة لأنها خسرت الرهان، وبتقول له إن المفروض هو اللي كسبان لأنه ابن الرئيس وإنها عايزة العربية بتاعته، لحد ما بيجي لتايتو فكرة إنهم هما التلاتة يستلوا العربية وبكده يبقوا كسبوا الرهان هما التلاتة. وبتعدي سنة وبيلاقي تايتو إن كل عيلته عاملين له حفلة مفاجأة، وبتكون مونيك قدرت إنها تجيب باولا الحفلة عشان تشوف مشروع تايتو الناجح جدا واللي ليه علاقة برضه بالطماطم، وهي مساعدة كل البيوت على زراعة الطماطم على سطح بيوتهم، ومنها يزودوا دخلهم ويبيعوها لشركة والده واللي بيسوى لها بنجاح. وبكده بيكونوا زودوا إنتاجية الشركة وخلوا كل المدينة تساعدهم هم كمان. وبتفتخر باولا بتايتو وبتعترف له تاني بحبها وبتقرر إنها تعيش معاه.